بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثالثة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة يا شباب بنحل مع بعض Unit 1 and 2 Language Exercise اللي هو القواعد اللي موجودة عندي. طبعا قبل ما نبدأ نحل مع بعض أنا محتاجك تراجع كده الباست سيمبل، زمن الماضي البسيط، وكمان محتاجك تراجع الباست continuous، زمن المضارع المستمر، ومحتاجك كمان تراجع الباست بيرفكت، زمن الماضي التام، وكمان محتاجك تراجع present perfect، زمن المضارع التام، كمان محتاجك تراجع adjectives اللي هي الصفات. طبعا دي قواعد الوحدة الأولى والوحدة الثانية. بنبدأ كده مع بعض. بيقول لي yesterday امبارح I found a bag، لقيت شنطة on the bus على الأتوبيس، so I took it to the police station، عشان كده أنا أخدتها لمحطة البوليس أو نقطة الشرطة، والجملة ديت تسلسل أحداث. نمبر 2 قال لي I not home at 7 p.m. yesterday، وأنت بتحل كده هتحط لي خط تحت at 7 p.m. yesterday، والإجابة عندك في النقطة دي هتبقى was driving. قال لك ده حدث كان مستمر في لحظة محددة في الماضي. نمبر 3 he not fish since he was in Port Said. طب أنا عندي since ماضي بسيط، يبقى الجملة الأولى مضارع تام، هيبقى الإجابة عندي هنا hasn't eaten. نمبر 4 I got up early، صحيت بدري this morning as الصباح، had breakfast، تناولت الإفطار، dressed لبست هدومي، and went to school وذهبت إلى المدرسة، وبرضه هنا تسلسل أحداث. رقم 5 قال لي I not a shower when the telephone rang، كنت بستحمى أو كنت باخد شاور لما التليفون رن. ده هنا حدث منع حدث آخر، هنا حدث منع حدث آخر. طيب يبقى أنا عندي هنا ماضي مستمر، ماضي بسيط منفي، هيبقى الإجابة عندي هنا was having. بنبدأ ننتقل للجملة رقم 6. قال لي please take off your shoes، قال لك بعد إذنك اخلع جزمتك. I have cleaned the floor، الإجابة عندي هنا هتبقى just، لسه منظف الأرضية حالا. نمبر 7 when my father was a student، لما والدي كان طالب. he not a personal computer، ما كانش عنده كمبيوتر، فالإجابة عندي هنا هتبقى didn't have لأن الجملتين في الماضي. نمبر 8 قال لنا my son on my mobile phone but he stopped when he saw me. طبعا ده هنا أحداث متقاطعة، فالإجابة هتبقى هنا was playing. بعد كده نمبر 9 when we arrived at the station، لما وصلنا للمحطة. we not on the train، أول ما وصلنا للمحطة ركبنا القطار، فالإجابة هتبقى عندي هنا got، وده تسلسل أحداث برضه. نمبر 10 قال لي while I not lunch، طبعا أنت عارف إن while بيجي بعد منه past continuous ماضي مستمر اللي هو فاعل، اللي هو الموجود عندي في was، اللي هو في I آسف، وبعد كده was، وبعد كده الفيرب في ال ing، فهتبقى الإجابة عندي هنا was having. نمبر 11 قال لي هنا I know my hands so that I can help you with the cooking. طبعا خلي بالك هنا so that وجاب لك هنا مضارع، يبقى انا عندي هنا او كان في المضارع، يبقى انا محتاج هنا في المضارع، فالاجابه عندي هنا هتبقى have washed، غسلت ايدي عشان اقدر اساعدك في الطبخ. نمبر 12 قال لنا when my brother was a school boy، لما اخويا كان طالب في المدرسه. he not long distances، طبعا الكلام ده كان في الماضي البسيط، الاجابه هنا هتبقى walked. بعد كده بننتقل للجملة رقم 13. قال لي he not on the bank fishing when he saw the man's hat floating down the river. طبعا عندي هنا when ماضي بسيط، يبقى أنا محتاج ماضي مستمر. قال لي when he was sitting on the bank، قال لي هو كان قاعد على ضفة النهر بيصطاد، تمام، لما شاف طاقية راجل طافية فين في النهر، فدي أحداث متقاطعة. Number 14 we can't go ahead with the meeting because very few people interested. قال لنا مش هنقدر نستمر في الاجتماع لأن في عدد قليل جدا من الناس ما أظهروش الاهتمام، فالإجابة هتبقى عندي هنا haven't shown interest. Number 15 قال لي I rang the bell 6 times، أنا رنيت الجرس 6 مرات but no one answered، بس ما فيش حد رد عليا. طبعا ديت أحداث في الماضي برضو. Number 16 قال لي I not the book you were looking for، here it is، أنا لقيت الكتاب اللي أنت بتدور عليه، فالإجابة هتبقى have found، حدث بدأ وانتهى في الماضي ولا هو أثر. Number 17
What were you doing when the doorbell rang? ماذا كنت تفعل؟ خلي بالك هنا عشان عندك هنا ده سؤال في ال past continuous، ده سؤال في الماضي المستمر، فالإجابة هتبقى هنا I was making a cake. فطبعا عندك هنا I were you تحول إلى I was، فهتبقى الإجابة هنا I was making. Number 18 قال لنا he not great expectations when he was in the library، اللي هو قرأ رواية آمال عظمى عندما كان بالمكتبة، فطبعا ديت أحداث متسلسلة في الماضي، فالإجابة هتبقى هنا read. بعد كده number 19 when محمد entered the room، عندما دخل محمد الغرفة شادي نقط TV، شادي كان بيتفرج على التلفزيون، فطبعا ديت أحداث interrupted، أحداث متقاطعة، فالإجابة هتبقى هنا was watching. Number 20 قال لنا these are the glasses I not ever since I was 30. قال لك دي النظارات اللي أنا لابسها منذ أن كان لدي 30 عاما، فالإجابة عندي هنا هتبقى have worn. بعد كده هنا number 21 قال لي math is not for my sister than. خلي بالك عندي هنا than دي محتاجة صفة مقارنة، فالإجابة هتبقى هنا easier than. قال لنا she was exhausted كانت مرهقة because she not 200 meters، اللي هي كانت مرهقة لأنها كانت بتسبح مسافة 200 متر، فالإجابة طبعا هتبقى had been swimming، وده past perfect continuous زمن ماضي تام مستمر. بعد كده 23 قال لي I not at the company for 5 years when I got the promotion. أنا كنت شغال في الشركة بقالي 5 سنين لما حصلت على الترقية، فالإجابة هنا هتبقى had been working، طبعا ده ماضي تام مستمر. بعد كده number 24 قال لي studying English grammar was not the experience in أحمد's life. طبعا نخلي بالنا إن دي صفة تفضيل بيجي بعد منها superlative، تمام؟ طيب أنا عندي السوبرلاتيف حاجة من الاتنين، يا إما أجيب صفة قصيرة وأزود لها EST. طب تعالى بص كده، ما عنديش صفة قصيرة، يا إما أجيب most أو the least، the most أو the least زائد صفة طويلة، اللي موجود عندي هنا the most exciting. بعد كده number 25 he not his leg so he couldn't walk. قال لنا هو كسر رجله لذلك مش قادر يمشي، فطبعا خلي بالك هنا ماضي بسيط، فالإجابة عندي هنا ماضي تام هتبقى had broken. قال لي by the time we finish the meal. طبعا خلي بالك by the time ماضي بسيط past simple، وبعد كده past perfect اللي هو القاعدة بتاعتنا اللي هو زمن الماضي التام أو الماضي التام المستمر. فقال لي by the time we finish the meal، قال لك قبل ما نكون خلصنا الوجبة we not for half an hour، احنا كنا عاملين ناكل بقالنا نصف ساعة، فالإجابة هنا هتكون have been eating. قال لي هنا 27 when I arrived لما وصلت the lesson A so I didn't find it easy to follow. قال لك الدرس كان بدأ أصلا، فالإجابة هنا هتبقى had already started. 28 قال لي she doesn't really like soft drinks. هي أصلا ما بتحبش المشروبات الغازية. soft drinks يعني المشروبات الغازية. so the A a bottle you find you it will be for us. بقول لك هنا كل ما تكون الإزازة عندنا أرخص كل ما تكون، أو كل ما الإزازة تكون أصغر كل ما تكون أرخص، فالإجابة هتبقى smaller و cheaper، قاعدة كلما أو الصفة المتزايدة. 29 قال لك our team well for an hour before it started to rain. فبقول لك الفريق ده كان بيلعب بقاله ساعة أصلا قبل ما تبدأ الدنيا تمطر، فالإجابة هتكون هنا had been playing. بعد كده number 30 قال لي she wanted to make a cake but she ran out of time. قال لك هي كان المفترض انها تعمل كيكة بس الوقت خلص، طبعا الإجابة هتكون عندي هنا had intended. بعد كده number 31 sharks are not than lions. قال لك القروش أكثر خطرا من الأسود، فالإجابة هتبقى عندي هنا more dangerous than، ودي صفة طويلة في المقارنة. 32 we know the house for hours before the first guests arrive. احنا كنا عاملين نجهز البيت بتاعنا لساعات قبل أن يصف أول ضيوف، فالإجابة هتبقى هنا had been preparing.
الجملة رقم 33 قال لي she not answered the question until she had looked at it twice. هي ما جاوبتش على السؤال إلا لما بصت عليه مرتين، فالإجابة هتبقى couldn't. بعد كده رقم 34 he is not than he used to be last year. قال لك هو أدخن عما كان السنة الماضية، فالإجابة هتبقى هنا fatter. طبعا عشان كده أبطل كلمة than. بعد كده قال لي the meeting ended after they not all afternoon. قال لك الاجتماع انتهى بعد ما كانوا بيتفاوضوا طوال فترة الظهيرة، فالإجابة هنا had been negotiating. بعد كده طبعا negotiating هنا negotiate معناها يتفاوض. بعد كده قال لك she had already called the waiter twice. هي ندهت على الجرسون مرتين before she not the bill. قال لك قبل أن تحضر الفاتورة، فطبعا أنت عندك before بيجي بعد منه past simple، فهيبقى الإجابة عندي هنا brought بمعنى يحضر. you should buy the green trousers. قال لك لازم تشتري البنطلون الأخضر. they are the in the shop. قال لك هم الأقل ثمنا فين؟ في المحل. فطبعا أنا عندي هنا برضو the هيجي بعد منه صفة تفضيل، يا إما صفة قصيرة آخرها est، يا إما كلمة most أو least. تمام؟ فأنا هشتري البنطلون الأخضر لأنه الأقل ثمنا، فالإجابة هتبقى عندي هنا least expensive. 38 قال لي the children weren't hungry. الأطفال ما كانوش جوعانين. they not their lunch. هم بالفعل كانوا تناولوا الغداء بتاعهم، فالإجابة هتبقى عندي هنا had already eaten. في الجملة رقم 39 قال لي عبير and عمر are the same height. قال لي عبير وعمر عندهم نفس الطول، يبقى هنا الاثنين متساويين. في الحالة دي قال لك عند التساوي أنا بستخدم as زائد صفة زائد as، فهتبقى الإجابة عندي هنا as tall as عندهم نفس الطول. Number 40 she not to the same hairdressers for years before it shut down. قال لك هي كانت بتروح لنفس الكوافير أو الكوافيرة لسنوات قبل أن تغلق، فالإجابة هتبقى هنا عندي هنا had been going. وبكده يا شباب نكون خلصنا قواعد أو الدرس الأول والثاني أو الوحدة الأولى والثانية بالنسبة لكتاب جيم الملحق، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.